بداية نرحب بالضيفة الحاضرة معنا في الاستوديو، أكيد الباحثة في شؤون التربية والطفل المدرسة سلمى القرغلي. صباح الخير ست. صباح الخير. شلون الصحة؟ صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل العراقيين، صباح الخير على هاي القناة الحلوة الرائعة. شكرا. ربي التوفيق. شكرا جزيلا. بداية ست راح نتكلم عن موضوع الصفوف التمهيدية في هذه الحلقة، لكن بداية نشاهد هذا التقرير مع بعض ونرجع مرة ثانية. نعم. المقبوية ومطورونة طقصة ملبتق وعراق مقرولة رش وزيرة محمد شياع السوداني غدا ترميثة خثة لبثاخة صدر مهدرانة قو مدرشياثة أثرة ونيشد أها ترميثة إلى مقويتة دمصاياثة ملبتة قو مشقل شرواية ليالي زوري كت أها ترميثة بيا مقوية الملبتة بأرخد مقروتة أتخرزي مهيران ليالي زوري ديلبي المغدورة دمدرشتة من قمد أوري لصدرة قمايا وأها شق من مهادرتك نشيتة وملبتي داخي شغلي ويوي أم خوراني ويولتي الساني ومهيرواثة ومصاياثة الساية دمنتي قو مشقلت مدرشياثة أثياني وبتبيشي بثيخة أني صدري مهدراني قو كلي دكاني إن قو مذيناثة أو قو مثواثة قاد كلي ماصي قاري ويلبي وهلبت أني مدرشياثة بهاوي كلي تخكمة ومن جيبة خينا بتبيشي ملبي ملباني ورخاثة مقروية دماصي ماطل يا لوبيت إلي بآها عمرة زورة وبتبيشة برشتة غداك مايوثة ماليتا ملينتا لسنادة آها ترميثة عم صدري خاثي إنا من خاقية بخينا ثخكما اسقواثة قواها مندي أغبا صروثة من ياند ملباني وكمايوثة زوزد سنقتي لا الله آها ترميثة وأب أسقوثة مبروية هدخا مندي قو مثواثة إنا نيخا بنيخا بتبيشي شرية أني قصري وخكما أخشاوي لت آها ترميثة بتيوى يثراني رابي أخما سقتت شويوثة ملبتة قو أثرة ورخاد بنايا إسا خيلانا ليالي سوري من قامد أوري قو صدرة قمايا وأب مقويتة دشقلياوي عم خوراني وعم مغدورة مدرشتة ومزيتة برسي دي لابا قاكل الهدخة ماسخ أمرخ بخوتاما دبثختة صدري مهدراني ليالي زوري من قمد أوريقة وصدرة قمايا خشوتة لغدا باسعتا رابا طوتا وصباي قو ملبتا وتربيثة قابنايا دعثث من تيانا وبهرانا اليوبالة عراق أثياني. عدنا وإياكم مرة ثانية أعزائنا المشاهدين بعد مشاهدة هذا التقرير الخاص بمحورنا لهذه الحلقة وهو الصفوف التمهيدية. سؤالنا الأول ست سلمى، الهدف من فتح هذه الصفوف التمهيدية؟ نعم، قبل ما نجي على الهدف نعرف شنو هي الصفوف التمهيدية. أكيد. الصفوف التمهيدية هي 3 مراحل، 3 مستويات. أولا KG1 اللي هو يبدأ من عمر 3 إلى 4 سنوات، والكي جي 2 اللي هي مرحلة التمهيد المبتدئ اللي تبدي من 4 إلى 5 سنوات، والكي جي 3 اللي هي التمهيد المتقدم. نعم. رئاسة الوزراء وافقت على طبعا بدراسة أنه تدخل الطفل في هذه المرحلة اللي هي بالكي جي 3 نعم. إلى المدارس. ليش؟ الهدف متقدم أكثر يعني. طبعا هي لكل مرحلة لكل مستوى دراسته الخاصة وتعامله مع الطفل ويعني آلية تعامل مثلا التيشرز مع هذول المراحل. نعم. بالتمهيد المتقدم اللي هو كي جي 3 هاي المرحلة انطوها أنه وزير التربية مشكور أنه يدخلها إلى المدارس. نعم. ليش؟ أولاً طبعاً هي مرحلة تسبق السنة الأولى من الدراسة، هذا في شيء ما يختلفون عليه اثنين. نعم. الكي جي 3 هي مرحلة اللي تسبق السنة الأولى من الدراسة. نعم. الهدف من عندها هو جعل هذا الطالب أو الطفل، آسفة لحد الآن هو طفل، جعل هذا الطفل يطلع من عالمه الأسري، من عالم هذا اللي هي الروضة الصغيرة إلى عالم أكبر، المجتمع الأكبر. إلى المجتمع اللي هي المدرسة. نعم. احنا من خلال تجاربنا يجي طالب بتسجيل صف أول تشوفيه خاف، يمتنع، يعاني. عندنا أطفال يبكون. نعم. ما يقبلون سنة كاملة تبقى أمه تضطر معاه. التعلق بالأهل. صحيح. التعلق. فهذا المشروع يخرج الطفل
من عالم الصغير إلى عالم أكبر. حتى الروضة هي عالم صغير بالنسبة إليه، نعم. إلى عالم أكبر. يخليه يلتزم، يفكر بالدوام، الالتزام بالدوام الرسمي بالمدرسة. أكو نعم. وقت، أكو كذا. نعم. أكيد هذا هدف جدا مهم، واجب نعم. أنه الكل ينتبه إليه. يعني مو شرط أنه تكون المدرسة أو الجهة الحكومية هي المسؤولة، واجب على الآباء أيضا يزرعون هذا حب الدراسة وحب التقدم في المجتمع، في الطفل، في نفسية الطفل. نعم. أكيد سؤالنا التالي عن المناهج التي سوف تعتمد في هذه المراحل التمهيدية. بالنسبة للمناهج هي نفس منهج الروضة، يعني ما حيدخلوا له منهج القراءة والرياضيات. هو حتى بالروضة اكو قراءة ورياضيات، بس نفس منهج الروضة. نعم. يعني ماكو مناهج مثلا من بهاي المرحلة اللي هي التمهيدي المتقدم، ماكو يعني مناهج مثلا من المدرسة، لا، مناهج من الروضة نفسه، كتاب خاص الروضة. نعم، نقدر نقول يعني مجرد انه يعيش اجواء المدرسة والالتزام، يعيش اجواء بعيداً المدرسة، هذا العالم الكبير، ويكسر حاجز الخوف. نعم، بعيدا عن المناهج بعيدا عن المناهج، يخليه يكتسب مهارات ومعارف. يطلع، شلون نقول، واحد يطلع للعالم الخارجي. كان في عالم صغير، يطلع الى العالم المدرسه. السكول هي فد عالم يعني بحد ذاته عالم، يعني بعد عالم نعم. كبير. فمو كل واحد يجي يتكيف معه. أكيد. يعني حتى تشوفين على مستوى معلمه من اول ما تعيينها وتجي نعم. من تريد تباشر، مو يعني تشوفيها معلمه على مستوى معلمه، او مديره جاء تعيينها او جاء نقلها، تشوفيها مو بسهوله تتكيف. صحيح. هم يحتاج لها الى يوم ويومين و10 ايام واسبوع وكذا حتى تتاقلم. فنفس الشيء هذا الطفل يحتاج الى دعم، يحتاج الى اعداد وتهيئه وبريبير من قبل الاسره. اكيد. الاسره تشوفين يجونا دورات طلاب ما يقبلون بالتسجيل، ما يقبلون، ما يداومون. تقول والدته تقول مو هو 3 سنين بالروضه، الروضه عالم والمدرسه عالم اخر. مثل هذا المشروع اللي هو مدعوم من قبل منظمه اليونيسيف لتذليل، لكسر حاجز الخوف، ليجعل الطفل يكتسب مهارات ومعارف. خاصه احنا طفلنا ذكي. نعم. طفلنا هسه في عالم، في ظل هاي العولمه وفي ظل هذا الذكاء الصناعي، استخدامه للموبايل، هذا يعني احنا دورات كبار ما نعرف ندخل على برامج او من تجي فيروسات وكذا، انطيني اني اسوي لك اياها، صح ولا لا؟ نعم. اذا هو عالم عقله واسع، عقله يستوعب كل هذا. نتكلم عن الجانب النفسي مثل ما ذكرتي، عالم كبير يدخل الطفل لأول مرة. هل يواجه صعوبة؟ هل من ممكن أن يواجه صعوبة بالجانب النفسي تخليه يأثر على جانب تقبل المواد الدراسية أو على مستواه يعني الدراسي؟ هو هذا البرنامج أو هذا المشروع حقيقة لتذليل الصعوبات ولتهيئة الطفل نفسيا واجتماعيا. قلت لك خروجه من بيئه صغيره نعم. الى عالم. شوفي الفرق، بيئه صغيره الى عالم واسع بكل شيء. شوفي احنا عندنا اسبوع تمهيدي اول للطالب، احنا الطفل صف اول اسبوع ما ندرسه. نعم. ما ندرسه، نخليه اسبوع تمهيدي. او هذا شنو؟ نطلعه على المدرسه، نخليه يطلع على المدرسه. نعم. ناخذه نفره على مرافق المدرسه كلها. ممكن يكون صداقات خلال الاسبوع. بالضبط. هو حيكون صداقات، بعدين لازم يتعرف على مرافق هذا العالم اللي هو عايشه. نعم. اللي مثلا يدخل الى الصفوف، يجي للاداره، يروح مثلا للWC، للتواليتات، الى كذا. فهذا عالم كبير، يعني هو كان في عالم صغير. نعم. يعني بالروضه من يريد يروح للWC يروح مع المس ماله. هنا لا، ماكو حيروح وحده. نعم. فهذا المشروع حقيقه تهيئه الطفل ذهنيا ونفسيا واجتماعيا. أكيد. من خلال كلامك قلتي يكون علاقات. نعم، يكون علاقات ويصير صديقه. شوفي باول يوم هو متجبجب، ثاني يوم لا، يطلع مع صديقه يقوده، يروح للكافيتيريا يشتري والى اخره. نعم. سؤالي التالي ست، هل هناك نقص في البنيه التحتيه او الموارد اللازمه لتشغيل هذه الصفوف؟ نعم، اي اكو. مدارسنا تفتقر، بس ان شاء الله تكون يعني تتهيأ على هذا المشروع المدعوم من قبل اليونيسيف. ان شاء الله تتهيأ،
يعني هو ما يطلع مشروع، هو الكل يعني اكو اسباب واكو مسببات. نعم. لو ما اكو مشاكل دا تصير واحنا دا ننقلها المدارس وخاصه البرايمري سكول الابتدائي، يعني المشاكل اللي احنا دا نطرحها من خلال مثلا هذا الطفل اللي ما يقدر يستوعب هذا العالم الخارجي المدرسه الكذا، ما يطلع هيك برنامج ويندعم من قبل منظمه اليونيسيف اللي هي منظمه عالميه. نعم. أي. نتكلم عن شريحة الطفل هل حاليا كل الأطفال مشمولين أو يعني واجب أنه يدخلون هذه الصفوف التمهيدية ليدخلوا المدرسة بعمر مبكر أكثر؟ هو هذا البرنامج اكو مثلا اكو مناطق ما بيها رياض أطفال يخدم هاي الشريحة، صح؟ نعم. اكو مناطق ما بيها رياض أطفال. الرياض الأطفال أصبحت هسه الحكومية قليلة تكاد تكون معدومة، في حين الأهلية بشكل واسع. مو اكو ناس ما عندها إمكانية مادية أو نعم. يعني إمكانية اقتصادية تحط ابنها. هسه أقل طفل تحطيه أنت بالروضة 300 إلى 400 ألف. هاي يعني روضة يعني سمبل بسيطة. نعم. أما الهاي والكذا لا، توصل يعني عفوا مبالغ عالية. نعم. حدثينا عن هذه الفروقات. نعم كملي ست. حدثينا نعم. عن هذه الفروقات. فبعض المناطق ما يعني تفتقر إلى الرياضة للأطفال الحكومية. المستوى المعاشي ما يسمح أنه دخل أهلي، فهذا المشروع يدعم أكيد. مثل هيك الشريحة. أكيد. وإن نعم. شاء الله نشوف مستقبل باهر أكيد إن شاء لجميع الله. الأطفال. إن شاء الله الخير قادم. قلتي الفروقات. نعم. بين الروضات والمناهج المدرسة المعتمدة. نعم. احنا يعني هذا مجتمعنا وعايشين به. اكو رياض اطفال سمبل بسيطه يعني. نعم. واكو هاي كلاس يعني حقيقه. هذا يعني شيء يعتمد على المادة فقط طبعا. يعني ايه على المادة اكيد. بينما المناهج والمواد المدرس او الالعاب المعتمد تختلف. اكيد انت من تروحين الى روضة هاي كلاس، اولا المعدات، الاليات، الالعاب، الحاسوب مدخلينهم به، في حين يعني شو تريد تكون الروضة الحكومية اكثر من منهج بسيط. اي نعم بها العاب، بها شغلات، بها سفرات، بس لا اكو فرق، يعني فرق شاسع بين الاهلي رياض الأطفال الأهلية والحكومية. أكيد نطمح لأنه يكون أفضل الخدمات وأفضل المناهج مقدمة لجميع الأطفال العراقيين. المناهج يعني مو هي الحكومية تكون ملزمة، تعرفين أنت الحكومية منهج محدد. الحكومية معرضة إلى إشراف. نعم. تخصصي اللي يعني قلت لك للكيجات ال1 2 3. نعم. ف يعني ما يقدرون يطلعون اكثر، يعني ما يقدرون مثلا ابو الكي جي 3 يدرس مال اول. نعم. بس يعلمه شلون يلزم شلون يعني مرحله بريبير يعني. نعم. تهيئه او اعداد لهذا الطفل. ست سلمى، هل هذه الصفوف التمهيديه سوف تكون متبعه على المستوى الوطني ككل ام بشكل متفرق في عموم البلاد؟ نأمل ذلك. نأمل. احنا هسه هو المشروع قيد الانشاء يعني، بس نأمل ان شاء الله يتطبق على الكل. نعم ان شاء الله. احنا عفوا نعم قاطعك ان شاء الله بالخير. احنا دورات تجينا مثل هيك طلبات من قبل اولياء الامور اللي عندها اولاد بالمدرسه. ست ممكن اخلي ابني مستمع في قبل يعني السنين الماضيه كان اكو موضوع. نعم. المستمع يعني الطفل أكيد. بالكي جي 3 يجيك مستمع عندنا. حقيقة بعد هاي الظروف اللي صارت وبعد كذا أنا أكيف دورات، بس يعني حقيقة بضمان منه احتمال مو ضمان الأمن، لا الأمن موجود، احنا مدرسة نعم. وبها يعني حراس كإجراءات الطفل يتأذى. نعم. الطفل يتأذى زين، هو طفل. بعدين دوراتي هذا يقعد بصف دا ياخذ مادة علمية أكبر من عقله. نعم صح لو لا؟ واحنا قلنا هذا يعني مراحل الروضه رياض الاطفال لهم مواد خاصه بهم. نعم. احتمال يعتمدون على الصور، التدريس الصوري، التدريس السمعي، الكذا. هذا من حتيجين تطيه ممكن يصير عنده رد فعل بالضبط من الماده. بالضبط. نعم. يصير عنده رد فعل وتشوفيه هو بالتالي يكره الدراسه. نعم. لانه لكل سقف يعني لكل فتره عمريه اكو يعني ماده خاصه
العقل. نعم ست سلمى، هل هناك اطلاع على تجارب سابقة في بلدان أخرى في هذا الموضوع، موضوع الصفوف التمهيدية؟ نعم. هل نعم. سيكون هناك تبادل خبرات أو مثلا الاستفادة من تجاربهم الناجحة لتطبيقها في الوطن؟ أكيد من يخرج هيك مشروع، من يخرج هيك قرار، أكيد هم مدخلين. يعني عندنا كوادر راحت للخارج، طلعت وشافت وتعايشت تعايشت مع مثل هيك مشروع، وبالتالي يعني يطبق ولا ضير، يعني فشيء حلو. أكيد طبعا. نعم. ست سلمى، رسالة من حضرتك لأولياء الأمور أو الأطفال الصغار إذا ممكن يتابعونا للاستعداد لهذه المرحلة المهمة، مرحلة الإعداد لإخراج جيل المستقبل. نعم. أولا إن شاء الله سنة دراسية طيبة على الجميع، على أطياف الشعب العراقي جميعا. رسالتي إلى ولي الأمر اللي هو خلينا نقول الأب والأم، نعم. إعداد الطفل وتهيئته لمثل هيك مرحلة، ما رأسا أجي أقول له أنت حتجي للمدرسة أو أنت حتجي للتمهيدي، لا، إعداد، إزالة كسر آمل الخوف، أخلي طفل يطلع للمجتمع. احنا يعني هسه في بالنا أنه ما نخلي ابننا يطلع برا، كلنا بما فيكم المتحدثة، أحفادي ما أقدر أخليهم يطلعون الباب الحوش، بس أدخله إلى نوادي رياضية، أدخله إلى أماكن ترفيهية، مثلا هاي التايكواندو ما تايكواندو. ليش؟ أولا حيكتسب مهارة، حيطلع على العالم الخارجي، حيكون صداقات، حيكون علاقات، هاي كلها تأهله للخروج من عالم الصغير إلى العالم الكبير. فدور الأم قبل كل هذا البرنامج، قبل كل هذا المشروع، دور الأم والأب في إعداد وتهيئة الطفل لمثل هذه المرحلة، لأنه هذا الطفل من عمره يوم هو متعلق بأمه، حيجي بهاي عمره 6 سنين أو 5 سنين حيطلع، نعم. يطلع للعالم. فتشوفي مو سهل هسه أني وحطيني بغير مكان سهولة تقبله؟ أكيد لا. فلذلك دور مهم للأب والأم، يعزز هذا الدور المدرسة. أكيد طبعا، ما ينفصل دور المدرسة عن دور الأسرة في تذليل الصعوبات لمثل هذا الشريحة. أكيد. شكرا جزيلا ست سلمى القرغلي، سعداء جدا بوجود حضرتك ويانا بالاستوديو، إن شاء الله يكون لنا لقاء ثاني. شكرا جزيلا، إلي الشرف.